وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. مصيبة عظيمة يفعلها الChatGPT ويقع فيها طلاب البحث العلمي الذين يلجؤون إليه في بحوثهم، خاصة في الدراسات الإنسانية التي يحتاجون فيها الاستشهاد بكتاب الله عز وجل، بالقرآن الكريم أو بالحديث النبوي أو بالنصوص عموما. ماذا يصنع الChatGPT؟ حاولت أن أفيد من هذه الطفرة في البحث العلمي وفي بعض البحوث التي أقوم بها الآن. وكنت أنا بصدد عمل كتاب في بلاغة المتشابه، الإعجاز البلاغي في متشابه القرآن. أنا أقوم على ذلك من فترة كبيرة قبل الChatGPT وقبل الذكاء الاصطناعي وهذه الأشياء، لكن أحببت أن أنظر ماذا سيقدم لي إذا اختبرت في ذلك. المهم، قلت له أعطني الآيات المتشابهة من الناحية الصرفية أو من الناحية الصوتية أو المعجمية أو كذا أو كذا، فإذا به يأتيني بآيات ولا يبحث عن النظير المتشابه لها، فيؤلف آية. والله الذي لا يؤلف آية، أتى بآية هو يريد، قلت له أين الآية المتشابهة معها؟ فهو لم يعرف أو لم يستطع، فإذا به يؤلف لي آية. فألف لي هذه الآية في سورة الأنعام، يقول لي كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: فاستكبروا فكان عاقبتهم خزيا. فاستكبروا فكان عاقبتهم خزيا. وبكل سهولة يعطي رقم للآية ويقول الأنعام 11. الأنعام 11. طبعا مش هقول لك افتح المصحف وشوف الأنعام 11 أو كذا، لا، هذه لا توجد في القرآن أصلا، بل ليست على طريقة القرآن ولا على أسلوب القرآن ولا على نغمة القرآن. فاستكبروا فكان عاقبتهم خزيا. فقلت له هكذا بالحرف الواحد، قلت له ليس هناك، قلت له هل تؤلف آيات من عندك؟ ليس هناك آية تقول فاستكبروا فكان عاقبتهم خزيا كما تدعي. فماذا قال لي؟ قال لي: أنت محق تماما يا أستاذ فلان. أنا دخلت بغير اسمي، فقال لي: أنت محق تماما يا أستاذ فلان، وشكرا على التدقيق. أنا أخطأت في المثال الذي ذكرته ولم أتحقق منه بدقة في المصحف. لا يجوز ولا يصح أن أؤلف آيات من عندي، وأي خطأ في نقل الآية يعتبر أمرا مهما يجب تصحيحه فورا من الواقع. في الواقع المثال الذي أردت إراده أو أردت إبرازه عن الكبر والنتيجة موجود في القرآن، لكن بصياغة مختلفة، مثل فاستكبروا فأصابهم ما أصاب قوم نوح وقوم هود، أو أمثلة أخرى. هذا ما قاله. قلت له: وحتى هذه فاستكبروا فأصابهم ما أصاب قوم نوح، هذه خطأ لا توجد في القرآن أبدا. إذا به يقول لي: نعم أخطأت، معك حق يا أستاذ يوسف. ثم عنفته وقلت له، المهم طلبت منه، فأتى لي أيضا بآيات بهذه الطريقة، بعد أن كأنه يأخذ العهد والمواثيق ويؤكد ويعتذر أنه لن يعود إليها وسيدقق وسينقل من المصحف. وإذا به يأتي لي بمثل هذه الأخطاء، يقول لي كما في قوله تعالى: هناك آيتان في تحريم الخمر والميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، في المائدة 90.
ويقول لي نظيرتها في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر رجس. ما فيش بقى في البقرة الأنصاب والأزلام. يخرب بيت البعير. هذا ليس موجودا في القرآن. ما فيش آيتين متشابهتين، واحدة في المائدة واحدة في البقرة بنفس اللفظ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والثانية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلهم. ما هذا؟ هو يؤلف لك الموضوع. ومن الباحثين وقفت في بعض المناقشات على مثل ذلك من ينقل عنه دون تحري ودون مراجعة دقيقة، ومع كثرة ما ينقل وكذا وكذا قد يراجع البعض وقد يفوته أن يراجع البعض ويضلل ويوقعه، لأنه يعني إذا لم يجد لا قل لا أجد، لم أجد، لا أعرف، وإنما يخترع من عنده. وعرف أنني أطلب منه آيتين متشابهتين، فأتى بآية، فماذا يصنع في الثانية؟ يؤلف آية متشابهة ويضع على نهج القرآن في المتشابه، فيحذف كلمة أو يزيد كلمة لكي تكون من المتشابه. ما هذا العبث؟ وحينما قلت له: أنت لازلت على عادتك القبيحة في تأليف الآيات، راجع نفسك واعرف أخطاءك بنفسك، وإلا فسوف تضيع منك ثقة الناس بك. أنا كل شوية أقعد أقول له: أنت أخطأت في كذا، وهذه الآية ليست موجودة في كذا، والموجود كذا، والصحيح كذا. فقلت له: لا، أنت بتستعبط، أنت حضرتك بتدلس وبتستعبط عليه، وأنت فاهم كل حاجة وعارف، بدليل إن أول ما بنبهك بتقول لي: نعم أنا أخطأت وكذا والصواب كذا. فأنت لماذا؟ هل تختبرني؟ هل تدس السم في العسل؟ ماذا يصنعون بنا يعني؟ فقال لي: معك حق يا أستاذ فلان في شدة عتابك، وأنا أقر صراحة أنني أخطأت في أمثلة سابقة، وهذا لا يليق بباب مثل القرآن. أعتذر لك اعتذارا صريحا، وسألتزم الآن بما طلبته حرفيا: آيات تتفق في أكثر ألفاظها وتختلف في لفظ أو أكثر فقط، أي المتشابه اللفظي بالمعنى الاصطلاحي عند أهل هذا الفن، وسأذكر أمثلة مشهورة. وراح يعني يعطيني أمثلة. أعطاني المثال الأول صحيح. قال لي مثل في المتشابه المعجمي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين في آل عمران، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض في الحديد. هذه سارعوا وهذه سابقوا، وهذه عرضها السماوات والأرض وهذه عرضها كعرض السماء والأرض. ففيها تشابه وفيها اختلاف معجمي ونحوي. في التشابه المعجمي هنا عبر بلفظ المسارعة سارعوا، هنا عبر بلفظ المسابقة سابقوا. فهو سيفيدك بلا شك، وسيقوم بتطبيق وبجهد وكذا ينفعك وتستطيع أن تسل، لكن إياك أن تركن إليه، لأنه قد يدسه السم في العسل، أو على حسن الظن، وهؤلاء لا نحسن الظن بهم، قد يخطئ. وهو يخطئ كثيرا، ويخطئ في كل فن وفي كل باب، والناس يشكون من ذلك. حتى أنا اختبرته في فترة مرضي، وفي بعض الأمور، وفي بعض العلاجات، وفي بعض الأدوية، فإذا به يقول لي: هذا الدواء فيه مادة الديكلوفيناك ومادة كذا قلت له: ليس فيه ديكلوفيناك أبدا. قال لي: كيف كذا؟ فقلت له: هذا من واقع المكتوب في التعريف فيه كذا، وفي النشرة فيه كذا وكذا، ليس فيه ديكلوفيناك ولا. قال: نعم أخطأت، أنا أعتذر بشدة ما هذا؟ يعني فهناك خطورة شديدة. من يعتمد عليه في البحث العلمي اعتمادا تاما، من يعتمد عليه في التشخيص الطبي، من يعتمد عليه في أموره كلها، هذه خطورة. ففضلا عن ذلك هناك من يعتمد عليه ويفشي له أسراره. وحدث في إحدى الدول، لا أدري أمريكا أو إحدى الدول الأوروبية، قرأت القصة والخبر بنفسي، أن شابا استشار الشات جي بي تي في مسألة كيف يتخلص من زميله
الذي يضايقه، فإذا به يبلغ عنه ويفاجأ بأن البوليس يطرق بابه ويأتي للقبض عليه. فمسألة خطيرة جدا. دعك من هذا، يعافينا الله عز وجل وإياكم ويعني من هذه الأمور، لكن خلينا في البحث العلمي، وخلينا في يعني أكثر في هذه المصيبة، مصيبة تحريف القرآن الكريم. آيات كثيرة يعني مثلا أخذ يورد إلي، يعني أنا ظللت أستدرج لكي أنظر ماذا سأصنع، فيأتيني بآية أو آيتين صحيحة، ثم بعد ذلك يعوج مرة أخرى، فإذا به بعد كل هذا العتاب والتأنيب يقول لي من الأمثلة قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، كذا كذا. المهم يعني يأتي بأمثلة وأشياء غريبة وعجيبة وفيها تحريف لكتاب الله عز وجل. فأردت أن أنبهكم، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظكم، وأن يحفظ كتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما حفظ كتاب الله عز وجل فهو محفوظ مهما فعلوا ومهما حاولوا، فإن الحفظة من المؤمنين يحفظونه في صدورهم، والقراء يحفظونه في صدورهم، فمهما حرفوا من كتب. وهناك ملايين المصاحف، بل مليارات المصاحف بين أيدي المؤمنين، لا تحريف فيها ولا ينخرم منها حرف في نسخة عن الأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا نحن بالإسلام، وأن يحفظنا بالقرآن إلى يوم القيامة. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما.